السلام عليكم طلاب تانية اعدادي، ابطالي وحبايبي. النهارده هنبدا نشرح الدرس الثاني عندنا في المنهج. كل اللي عايزه منك شايك تركيزك ويلا بينا. اول حاجه بنبدا عندها النهارده عنوان الدرس. عنوان الدرس عندنا بيقول خصائص سكان قارتي اسيا واوروبا. يبقى معنى كده يا مستر اللي احنا هنتكلم عنه الخصائص السكانيه. هي الخصائص السكانيه دي يا مستر اللي هي ايه؟ اقول لك يعني هنتكلم على اني اكتر دول بتهتم بالتعليم، ايه اكتر دول عندها صحة كويسة، ايه الدول اللي فيها نسبة كبار السن اكتر، تركيب عمري، تركيب نوعي. هنبدأ ان احنا نتكلم على الدرس كله، بس في الاول شايك ويلا بينا. اول حاجة بيقول لي لما اجي ابدأ ادرس الخصائص السكانية ايه لازمتها عندي؟ يعني ايه اللي يخلينا مستر ادرس الخصائص السكانية؟ ده انا على ما اعتقد ان هي حاجة ملهاش لازمة خالص. اقول لك غلط، الخصائص السكانية دي مهمة ليه؟ لان بتخلي المسؤولين بعد كده في الدول يقدروا يخططوا وياخدوا قرارات صحيحة. يبقى الأهمية من دراسة الخصائص السكانية إن المسؤولين في الدولة هيقدروا إن هم يخططوا وياخدوا قرارات إيه؟ سليمة. نيجي بعد كده أنا وأنتم نبص مع بعض على الهرم السكاني. هو يا مستر كلمة هرم سكاني دي إحنا خدناها قبل كده. يعني إيه كلمة هرم سكاني؟ أقول لك الهرم ده يعني رسم. بما إنه رسم يبقى الهرم السكاني هو رسم بياني بيوضح ليا التركيب النوعي والعمري لسكان القارة. يبقى الرسم او الهرم السكاني بيوضح ليا التركيب العمري والتركيب ايه النوعي. تركيب عمري يعني هتكلم على الفئات العمريه ودول ثلاثه عندي: صغار سن، كبار سن، وسن عمل. طب وعندي يا مستر التركيب النوعي. هقول لك التركيب النوعي ده يعني النوع، وزي ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا يا اما ذكور يا اما اناث. يبقى انا عندي التركيب النوعي بقسم السكان لنوعين: ذكور واناث. نبدا بعد كده ونبص على حاجه مهمه عندنا في التركيب او في الهرم السكاني بمعنى اصح. بمعنى قال لي يا مستر لما جيت ابص على الهرم السكاني بتاع قاره اوروبا لقيت القاعده بتاعته ضيقه. اقول لك دي حاجه كويسه. يقول لي كمان لما جيت ابص على قاره اسيا فلقيت القاعده بتاعته ضيقه. فاقول لك هنا السبب في ضيق قاعده الهرم سواء في اسيا سواء في اوروبا قله المواليد. يبقى السبب اللي خلى القاعده بتاعت الهرم ضيقه هو قله المواليد. نيجي بعد كده ونتكلم على التركيبات بقى. اول حاجه عندي التركيب النوعي، والتركيب النوعي قلنا انا هتكلم على النوع يا اما ذكور يا اما اناث. طب انا عندي يا مستر التركيب النوعي هتكلم في الاول عن اسيا ولا عن اوروبا؟ اقول لك انت عايز تتكلم عن ايه؟ اسيا؟ يلا بينا يا عم نتكلم عن قاره اسيا ولا تزعل نفسك خالص. يلا بينا. قاره اسيا قال لي يا مستر انا بصيت في اسيا لقيت ان الذكور اكتر من الاناث. بمعنى لقيت ان الذكور 51.1%. يبقى انا عندي الذكور 51.1%. طب وعندي الاناث 48.9. اقول لك دي حاجه كويسه جدا. طب يا ابني متشكرين على الكلام اللي انت قلته ده. طب يا مستر اللي انا عايز اعرفه ليه الذكور اكتر من الاناث؟ اقول لك السبب في قاره اسيا ان الذكور اكتر من الاناث ان عندي نسبه الهجره بحثا عن فرص عمل كتيره، وخاصه في دول الخليج. يبقى بسبب الهجره بحثا عن فرص عمل خاصه في دول ايه الخليج. والله يا مستر الكلام اللي انت قلته ده كلام يحترم، بس ده كلام مكتوب في الكتاب. انا بقى عايز افهم يعني ايه اللي هاجر تمام فاثر عندي فنسبه الذكور اكتر من الاناث. دي انا مش فاهمها. اقول لك بالراحه. دلوقتي انت واختك انتوا الاثنين اتخرجتوا من نفس الجامعه بنفس التقدير بنفس كل حاجه، مفيش واحد فيكم زاد عن التاني شعرايه كده. تمام. المهم لما تيجي فرصه عمل ان واحد فيكم يسافر في دول الخليج، بابا هيوافق مين اللي يسافر فيكم، الولد ولا البنت؟ يقول لك طبعا الواد هو اللي هيسافر. الواد يسافر يكون نفسه ومش عارف ايه، على الاقل الواد اهو راجل هيعرف يتصرف هناك لوحده، لكن البنت مش هتعرف تتصرف. فبالتالي ان نسبه الهجره بحثا عن فرص العمل في دول الخليج بتكون للذكور اكتر من الاناث، وده السبب اللي خلى نسبه الذكور بقت اكتر من ايه الاناث. يبقى انا عندي السبب هنا الهجره للعمل خاصه في دول ايه الخليج. طب دي كده يا مستر حاجه كويسه. انا كده فهمت ان قاره اسيا الذكور اكتر من الاناث بسبب الهجره للعمل في دول الخليج. اقول لك برافو عليك. طب نيجي بقى لقاره اوروبا. قال لي في قاره اوروبا ما فيهاش رجاله يا رجاله. يعني ايه يا مستر اوروبا ما فيهاش رجاله يا رجاله؟ يا وصل كده انت بتغلط في الناس واحنا قاعدين، يعني يرضيك الكلام ده؟ اقول لك اهدى بس. انا عندي الاناث اكتر من الذكور. الاناث اكتر من الذكور.
بنسبة كام؟ قال لي الإناث عندي 51.6 والذكور 48.4. فأنا بالنسبة لي إن الإناث أكتر من الذكور. طب إيه السبب بقى يا مستر اللي خلى في قارة أوروبا الذكور أقل من الإناث؟ ما عندهمش رجالة زي ما أنت بتقول صحيح؟ أقول لك ما عندهمش رجالة زي ما أنا بقول صحيح. والدليل على كده إن الشباب عندي شاركت في الحرب العالمية الثانية، تمام؟ واللي مات فيها عدد كبير من الشباب، لدرجة إن كان عندي دول ما كانش فيها ناس أو رجال يديروا المصانع، فاضطرت النساء إن هي اللي تشتغل وتبدأ إن هي تدور المصانع اللي في الدول دي زي دولة ألمانيا. يبقى السبب هنا اللي خلى نسبة الإناث أكتر من الذكور في قارة أوروبا هو الحرب العالمية الثانية، وإن عدد كبير من الشباب مات فيها. طب ده كده يا مستر التركيب النوعي. تركيب ايه؟ النوعي. نيجي بعد كده ونبص على التركيب العمري. نبص على التركيب العمري. هنا السؤال اللي احنا قلناه في الاول لما قال لي بما تفسر ذات قاعده ضيقه، فقلنا بسبب انخفاض معدل المواليد. نيجي بقى نبص على التركيب العمري. وفي التركيب العمري قلنا احنا قسمنا الناس لثلاث فئات: صغار سن وكبار سن وسن عمل. طب نبدأ بإيه فيهم؟ صغار السن، ودول اللي أقل من 15 سنة، اللي هو من 0 ل 14. نسبتهم في قارة أوروبا 15.7. نسبتهم في قارة أوروبا 15.7. طب نسبتهم في قارة آسيا 22%. 22%. وقال لما جينا نبص على عدد الأطفال اللي في قارة أوروبا مقارنة بعدد الأطفال اللي موجودة في قارة آسيا، لقيت إن عشرات الأطفال في قارة آسيا بيقابلوا طفل واحد في قارة إيه؟ أوروبا. يعني الطفل في قارة أوروبا بيقابله أضعاف العشرات في قارة إيه؟ آسيا. طب اشمعنى يا مستر آسيا الأطفال فيها أكتر من أوروبا؟ مع إن إحنا شايفين 22 و15 فرق بينهم مش بعيد يعني. أقول لك عشان أول حاجة قارة آسيا عدد سكانها كتير، تمام؟ بس الأسباب بقى اللي خلت الأطفال في آسيا أكتر من الأطفال بتاعت أوروبا إن قارة آسيا بتشجع على أهم حاجتين في الدنيا: الزواج والإنجاب. يبقى أنا عندي قارة آسيا بتشجع على الزواج والإنجاب. يبقى أنا عندي السبب اللي خلى قارة آسيا أضعاف الأطفال في قارة أوروبا إن قارة آسيا بتشجع على الزواج والإنجاب. تاني حاجة إن لما بصينا على الهرم لقينا إن شريحة الشباب متسعة، والشباب ده اللي يقدر إن هو يخلف أو في سن ينفع إن هو يخلف فيه، فبالتالي تاني سبب اتساع شريحة الشباب. ده فين؟ في قارة آسيا. قال لي بقى لما جينا نقلب كده ونبص على القارات دي لقينا إن قارة آسيا وقارة أوروبا الاتنين بيهتموا بالرعاية الصحية لصغار السن، وده كان ليه نتيجة مترتبة. إيه؟ إن الدول في العالم توقعت إن في المستقبل الأجيال دي هتتميز بارتفاع أو زيادة متوسط عمر الفرد. يبقى الدول دي في المستقبل هتتميز إن متوسط عمر الأجيال دي هيبدأ إن هو يزيد. طيب نيجي بعد كده لفئة العمل أو سن العمل. سن العمل ده بيبدأ من 14 أو من 15 سنة ل 64. من 15 ل 64 ده سن عمل. طب لسه دي حاجه كويسه قوي. طب نسبتهم؟ قال لي دي النسبه اللي تشابهت في اسيا وفي اوروبا، لان الاثنين او في القارتين النسبه تلتين. يبقى انا عندي تلتين سكان قاره اسيا في مرحله سن العمل، تلتين السكان في قاره اوروبا في مرحله سن العمل. والنتيجه اللي ترتبط على كده ان القارات او ان القارتين بقى عندهم قوه عامله. القارتين بقى ناتج عندهم قوة عاملة تقدر ان هي تشتغل. طيب نيجي بعد كده قال لي ان في المستقبل هيبقى النسبة دي في قارة آسيا هتزيد وفي قارة أوروبا هتقل. يبقى نسبة سن العمل في قارة آسيا في المستقبل هتزيد، ونسبة سن العمل في قارة أوروبا في المستقبل اللي هيحصل لها هتقل. نيجي بقى لكبار السن. نيجي لفئة كبار السن، دول 65 سنة فأكثر، ودول نسبتهم دلوقتي في قارة آسيا عشر السكان، يعني حوالي 10%. طب في المستقبل قال لي بحلول 2050 متوقع ان النسبة دي هتزيد وتوصل للخمس. يا مستر ثواني بس، يعني ازاي عشر يزيدوا يبقوا خمس؟ اقول لك ما هو الخمس ده 20%، لكن العشر 10%. يبقى انا عندي النسبة دلوقتي عشر، وفي المستقبل هتزيد وتوصل للخمس. ده في قارة آسيا. طب بالنسبة بقى لقارة أوروبا
قال لي في الوقت الحالي هي خمس. نسبه كبار السن فيها دلوقتي هي كام؟ خمس. والمتوقع في حلول 2050 هتبقى النسبه تلت. وتلت دي يعني نسبه كبيره، 33.5%. يبقى انا عندي نسبه كبار السن المتوقع في قاره اوروبا وفي قاره اسيا ان هي هتزيد بحلول 2050. في اسيا هتبقى خمس، وفي اوروبا هتبقى تلت. نيجي بعد كده ونتكلم بقى على الدليل ان دول قاره اسيا ودول قاره اوروبا بتهتم بكبار السن. اول حاجه بتوفر لهم الخدمات المختلفه. اي خدمه كبار السن بيحتاجوها دول قاره اسيا ودول قاره اوروبا بتبدا ان هي توفرها ليهم. تاني حاجه الاستعانه بالتكنولوجيا علشان يقدروا ان هم يخلصوا احتياجاتهم. دلوقتي تلاقي مثلا على الموبايل عايز تطلع بطاقه، عايز تعمل جواز سفر، عايز تعمل اي حاجه وانت كبير سن وانت قاعد في البيت، بتروح داخل على الابلكيشن او على الموبايل ومنه تقدر ان انت تطلب كل اللي انت محتاجه. غير كده كمان ان دول قاره اسيا ودول قاره اوروبا اهتمت بالاقتصاد الفضي. الاقتصاد الفضي، الاقتصاد الفضي هي مجموعه من الانشطه الاقتصاديه، ودي وظيفتها او اهميتها ان هي هتلبي طلبات واحتياجات كبار السن. تمام؟ وبالتالي هيبدا ان اعمارهم تطول ويكونوا بصحه جيده. يبقى انا عندي كبار السن هيتعمل لهم حاجه كده لوحدهم اسمها الاقتصاد الفضي. الهدف منه ان انا بجيب كل الانشطه والاستثمارات الاستثمارات الاقتصاديه لتلبيه احتياجات كبار السن، وبالتالي اللي هيحصل هيبدا ان اعمارهم تطول ويكونوا بصحه جيده. تمام؟ طيب لحد هنا في مشكله؟ اقول لك لا. في حاجه يا مستر مش مفهومه؟ اقول لك يا ابني برضو لا. طب نيجي بعد كده للتركيب الاقتصادي. تركيب ايه؟ الاقتصادي. طب التركيب الاقتصادي يعني انا هوصف الناس على حسب وظائفهم. هو شغال ايه؟ عندي ناس بتشتغل في المصانع اللي هي الصناعه، عندي ناس بتشتغل في الزراعه، ناس بتشتغل في الخدمات، مدرس، دكتور، ضابط. عندي ناس بتشتغل في التجاره، ناس بتشتغل في السياحه، ناس بتشتغل في البنوك. هنبدا نشوف كل واحد وظيفته ايه ونسبتها قد ايه في قاره اسيا وقاره اوروبا. فلما جينا نبص على اول حاجه لقينا ان نشاط الصناعه ده متساوي في اسيا واوروبا في النسبه. متساوي في ايه؟ في النسبه. يعني نفس النسبه موجوده في اسيا هي اللي موجوده في اوروبا. ربع سكان قاره اسيا وربع سكان قاره اوروبا الاثنين بيشتغلوا في نفس الحرفه اللي هي حرفه الصناعه. يبقى انا عندي هنا النسبه واحده وهي الربع. طب بالنسبه لنشاط الزراعه قال لي في قاره اسيا خمس السكان بيشتغلوا في الزراعه. خمس سكان قاره اسيا بيشتغلوا في ايه؟ في الزراعه. طب حلو يا مستر. طب في قاره اوروبا؟ قال 4. 4 ايه؟ 4 في ايه؟ 4 في المليون يعني 4 مليون بيشتغلوا؟ اقول لك لا، 4%. يبقى 4% من سكان قاره اوروبا بيشتغلوا في حرفه الزراعه. بقيه النسب اللي موجوده يا اما بيشتغل في التجاره او الخدمات تعليميه صحيه امنيه، او بيشتغل في السياحه، او بيشتغل في البنوك. نكمل. نيجي بعد كده للتركيب اللغوي. التركيب اللغوي. قارة آسيا بتتمتع أو بتتميز بالتنوع اللغوي فيها، والدليل على كده إن موجود فيها تلت لغات العالم، 2300 لغة. أشهر اللغات دي العربية والفارسية، الهندية والصينية. دي كده اللغات اللي موجودة في قارة إيه؟ آسيا. طب في قارة أوروبا؟ قال لي أوروبا دي طيبة غلبانة ما فيهاش غير 200 لغة بس. اشهرهم الانجليزي، الفرنساوي، الايطالي، الاسباني، الالماني. دي كده اشهر اللغات اللي موجوده في قاره اسيا واشهر اللغات اللي موجوده في قاره ايه؟ اوروبا. وكمان عدد اللغات، وعدد اللغات مهم عشان بيجي لي في دلل. طب هل بقى اللغات دي بتاثر على الهويه والثقافه ولا لا؟ اقول لك اللغات ممكن تاثر على الهويه والثقافه ويكون ليها ادوار مختلفه، زي ان هي في الدول العربيه او اللغه العربيه خلت الدول العربيه يبقوا على اتحاد وقوه واحده. تمام؟ ودي نقطه او ايجابيه، نظره ايجابيه للايه؟ للغه. وممكن نفس اللغه تكون سبب في انشقاق داخل الدوله الواحده، وممكن تكون هي سبب لترسيم الحدود السياسيه. كلام حلو. نفهم بقى مستر ايه اللي انت قلته ده. اقول لك سبب انشقاق في الدوله الواحده زي ما حصل في دوله باكستان لما تحاول ان يتفرض فيها لغه اسمها اللغه الارديه. طب اللغه الارديه دي موجوده في باكستان؟ اقول لك اه، لكن اهل شرق باكستان او شرق باكستان رفضوا اللغه دي. قال لك لا، اللغه دي احنا مش عايزينها، مش بنحبهاش. نتيجه اصرار باكستان على اللغه
شرق باكستان استقل بنفسه عن الدوله. قال لك بس يا باشا انا مش تبع الدوله دي، انا بقيت دوله مستقله لوحدي. والاول مره يظهر في شرق باكستان دوله جديده اللي هي دوله بنجلاديش. يبقى سبب ظهور دوله بنجلاديش اصلا هو الاختلاف على اللغه بسبب محاوله فرض اللغه الارديه داخل باكستان، لكن شعب شرق باكستان رفض. السكان اللي في شرق باكستان قال لك لا احنا مش عايزين اللغه دي. طب نتيجه لكده ايه اللي حصل؟ الاستقلال عن باكستان واعلان قيام الدوله الجديده اللي هي دوله بنجلاديش. بعد الحرب العالميه بقى الاولى دول وسط اوروبا كانوا بيرسموا حدود الدول الجديده، والحدود السياسيه دي كانت بتترسم على حسب اللغه. على حسب اللغه. يبقى اللغه كانت سبب في رسم الحدود السياسيه. اقول له صح. بعد الحرب العالميه الاولى دول وسط قاره اوروبا بداوا ان هم يرسموا حدود الدول السياسيه عن طريق اللغه. عن طريق ايه؟ اللغه. بعد كده هنيجي نتكلم على التعليم. خصائص التعليميه. قال لي في الخصائص التعليميه يا مستر انا هبدا اتكلم على الدول اللي بتنفق كميات كبيره من دخلها او الدخل القومي بتاعها على التعليم، زي دول قاره اوروبا ودول شرق اسيا. يبقى الدول اللي بتصرف كميات كبيره على التعليم هي دول قاره اوروبا ودول شرق اسيا. طب تديني اسامي دول كده يا مستر منهم؟ اقول لك عندي في قاره اسيا عمان، كويت. طب في دوله اوروبا عندي ايسلندا، النرويج، السويد. يبقى انا عندي دي دول بتنفق كميات كبيره من الدخل بتاعها على التعليم. طب بالنسبه بقى للدول اللي ما بتنفقش او بتنفق دخل قليل او بتنفق كميات قليله، اللي موجودين في اسيا دوله باكستان، دوله اندونيسيا، ودوله تايلاند. يبقى انا عندي الدول اللي بتنفق كميات اقل على التعليم هي دول جنوب اسيا، دول جنوب شرق ايه؟ اسيا. طب الدول دي يا مستر زي مين ومين؟ زي اندونيسيا وتايلاند. زي اندونيسيا وايه؟ وتايلاند. طب تعليم بقى كبار السن. تعليم كبار السن دي حاجه مهمه جدا. ليه؟ علشان اول حاجه بتدي للشخص اللي هو كبير في السن ده ثقه في نفسه، بتزود الثقه الذاتيه عنده. تاني حاجه ان انا بستفاد منها في تبادل الخبرات، ابدا ان انا استفاد منه في تبادل الخبرات. وتالت حاجه انه بيعرف حقوقه ويحافظ عليها ويحميها. يبقى عندي هنا استفاد منها انه عرف حقوقه وحافظ عليها وقدر انه يحميها. ده كده التعليم بالنسبه لكبار السن. ودول قاره اسيا ودول قاره اوروبا بيهتموا بتعليم كبار السن. نيجي بعد كده للخصائص الصحيه. الخصائص الصحيه يا مستر من السنه اللي فاتت وانا بقول ان بعرف معدل الخصائص الصحيه مرتفع او منخفض من خلال عدد العاملين بالطب اللي هم الدكاتره والممرضين. قال لي نسبه الدكاتره والممرضين في قاره اوروبا مرتفعه، وفي شرق اسيا برضه مرتفعه. يبقى النسبه دي مرتفعه في قاره اوروبا وفي شرق اسيا. حد هنا في مشكله؟ اقول لك لا. طيب تبدا ان النسبه دي تقل فين؟ قال لي في الوسط وفي جنوب اسيا. يبقى بتقل في دول وسط وجنوب قاره ايه؟ اسيا. نيجي بعد كده ونشوف الامراض المنتشره في قاره اسيا، والامراض دي مهمه وحفظ، لازم تتحفظ. يبقى انا عندي الامراض اللي منتشره في قاره اسيا مهمه، والامراض اللي منتشره في قاره اوروبا برضو مهمه، ولازم نحفظ الاثنين. في قاره اسيا قال لي بينتشر ملاريا، الايدز، الكوليرا، والالتهاب الكبدي الوبائي. يبقى انا عندي في قاره اسيا بينتشر الامراض زي ايه؟ الملاريا، الكوليرا، الايدز، والالتهاب الكبدي الوبائي. طب في قاره اوروبا بقى قال لي قاره اوروبا دي تحس ان هي امراضها بتاعت كبار سن فقط، اللي هو امراض القلب، الاوعيه الدمويه، السكر، الجهاز التنفسي المزمن، والسرطان عافانا الله واياكم. يبقى انا عندي الامراض المنتشره في قاره اسيا 4 امراض: ملاريا، كوليرا، ايدز، والتهاب كبدي وبائي. وفي قاره اوروبا برضو 4 امراض: القلب والاوعيه الدمويه، السرطان، السكر، والجهاز التنفسي. بعد كده هنبدا ان احنا نتكلم على اسباب انتشار الامراض. الاسباب اللي تخلي المرض ينتشر قال لي اول حاجه الفقر، تاني حاجه الصراعات والحروب داخل الدول، تالت حاجه سوء التغذيه. وسوء التغذيه هنا يا اولاد مش ان انا ما باكلش،
سوء التغذيه هنا ان انا ممكن اكون باكل اكل بس هو بيضرني. سوء التغذيه ان اكون باكل اكل بس هو ايه؟ بيضرني. واخر حاجه ضعف البنيه التحتيه الصحيه. يعني ايه ضعف البنيه التحتيه الصحيه ده يا باشا؟ عشان مش فاهم والله انت تقصد بيها. اقول لك دي احنا بنقصد بيها المستشفيات. بنقصد بيها ايه؟ المستشفيات، البنيه التحتيه بتاعه المستشفيات نفسها. تمام؟ ان هي مثلا ما يكونش فيها اجهزه طبيه حديثه، ما يكونش فيها وسائل انقاذ حديثه، كل الكلام ده دي اسمها بنيه تحتيه صحيه. البنيه التحتيه ايه؟ الصحيه. ودي في بعض الدول بتكون ضعيفه. يبقى انا عندي اسباب انتشار الامراض 4. اول حاجه الفقر، سوء التغذيه، ضعف البنيه التحتيه الصحيه، واخر حاجه الحروب والصراعات. طيب هل الدول الأوروبية والدول الآسيوية هتسكت ولا تحاول تحد من المشكلة؟ قال لي هتحاول إن هي تحل المشكلات دي عن طريق إيه بقى؟ أول حاجة وضع برامج وقائية زي التطعيم الدوري. عارفين انتوا كل سنة 5 و6 ابتدائي يا مستر يا مستر اداني تطعيم في ايدي وايدي وجعاني ومش قادر اتحرك ومش عارف الكلام ده. ده اسمه التطعيم الدوري، اسمه التطعيمات ايه؟ الدوريه. ودي بتهتم بيها دول اسيا ودول اوروبا. تاني حاجه الاهتمام بالبحث العلمي. الاهتمام بالبحث ايه؟ العلمي والمراكز الطبيه. وطبعا من اشهرهم المركز الاوروبي للوقايه من الامراض. يبقى انا عندي اشهر المراكز الطبيه هو المركز الاوروبي للوقايه من ايه؟ الامراض. بعد كده المشاركه في المبادرات العالميه زي مبادره الامن الصحي العالمي. زي مبادره الامن الصحي ايه؟ العالمي. وده الهدف منه تقليل الامراض والاوبئه. الهدف منه ان انا ابدا اقلل الاصابه بالامراض والاوبئه الايه؟ المنتشره. واخر حاجه تبادل الدول المعرفه والبيانات حول بعض الامراض والاوبئه. بمعنى ايه؟ دوله مثلا في قاره اوروبا عرفت معلومات عن مرض منتشر وليه علاج، نبدا ان احنا نتناقش فيه ونشوف هل فعلا العلاج ده صح او العلاج ده غلط. طب العلاج ده ينفع الفئات كلها تاخده؟ لا والله ده انا شايف ان الفئات اللي عندي في الدوله لا تسمح ان هي تاخده لان ليه اضرار. فبيبدا ان يحصل زي نقاش. يبقى هنا الحاجه الرابعه اللي هعملها تبادل المعرفه والبيانات. تبادل المعرفه وايه؟ والبيانات. نيجي بعد كده ونتكلم على الخصائص الثقافيه. وفي الخصائص الثقافيه هنا انا هتكلم عن حاجات بقى حلوه انتوا تحبوا تسمعوها. زي اول حاجه العادات والتقاليد. والعادات والتقاليد في قاره اسيا غير العادات والتقاليد في قاره اوروبا. تمام؟ وهنعرف دلوقتي ليه. تحس العادات بتاعت اوروبا دي برضو الجنيه بيفرق معاهم. في قاره اسيا قال لي ان من العادات والتقاليد المتعارف عليها واللي بتدل على الاحترام والتقدير للشخص اللي قدامي هي عاده الانحناء. ان حد يجي يكلم حد فاول ما يشوفه يروح ايه؟ منحني ليه كنوع من انواع ايه؟ التقدير والاحترام. ودي اللي منتشر في دول شرق ايه؟ او اللي منتشر في دول قاره ايه؟ اسيا. طب بالنسبه بقى للاكلات الوطنيه قال لي لا لا كل الاكل بعد اذنك. احنا عندنا اكله هنا المصريين كلها بياكلوها محدش عارف بتاعت مين اصلا. تمام؟ يقول لك احنا هناكل سوشي عشان انا بحب الصين. مش السوشي دي اكله مصر منتشره في الصين؟ اقول لك لا حبيبي، السوشي دي اكله بس منتشره في اليابان. يبقى انا عندي السوشي اكله منتشره فين؟ في اليابان. طب هل يا مستر عندي اكلات تاني منتشره؟ اقول لك عندي اكلات تانيه منتشره. زي ايه؟ عندي كيميتشي ودي اكله في كوريا الجنوبيه. يبقى انا عندي السوشي في اليابان والكيميتشي ده موجود فين؟ في كوريا الجنوبيه. طب بالنسبه بقى للفنون قال لي سواء في اسيا او سواء في اوروبا بيستخدموا الالات الوتريه اللي هو الجيتار، ان العود، تمام، الكمانجا. دي اسمها الات وتريه اللي هي بتشتغل او بتعزف من خلال الاوتار. تمام؟ ودي موجوده اكتر في اليابان، كوريا الجنوبيه، الصين. غير اللي بينتشر الرقصات الشعبيه زي الرقصات الهنديه. طبعا انتوا كبنات حافظينها المسلسلات الهندي كل يوم وقرفنا بيها. يبقى انا عندي هنا الرقصات الكلاسيكيه المنتشره دي بتكون موجوده فين؟ في الهند. يبقى انا عندي كآلات عزف وتريه او طبول دي موجوده في اليابان، موجوده عندي في كوريا الجنوبيه، موجوده عندي فين؟ في الصين. الرقص الكلاسيكي او الرقص الشعبي اللي معروف ده موجود عندي في دوله الهند. نيجي للحرف التراثيه بقى في اسيا. الحرف التراثيه زي الرسم على الخشب وده موجود عندي في كوريا. زي الفخار اليدوي، عارفين الفخار اللي احنا بنعمله بالايد ده موجود عندي في فيتنام. موجود عندي الحرير، وطبعا الحرير لما نتكلم عنه احنا عارفين من الترم الاول اكتر دوله منتجه للحرير هي دوله، برافو عليكي، الصين. يبقى اكتر مكان هينتشر فيه صناعه الحرير اليدوي الصين والهند.
واخر حاجه السجاد اليدوي، وده موجود في ايران والهند. يبقى انا عندي السجاد والحرير موجودين في الهند، الحرير موجود في الصين، السجاد موجود فين؟ في ايران. طب نيجي بقى نشوف الحاجات دي في قاره اوروبا. وفي قاره اوروبا قال لي بقى العادات المنتشره في قاره اوروبا، العادات التقاليد. قال لك لما حد يحترم حد قوي في قاره اوروبا فيعزمه على شاي بعد صلاه الظهر. اللي هو نعم، فين يا حبيبي الاحترام في الموضوع ده؟ قال لي لا، اصل دي عاده انجليزيه، لما حد يحترم حد قوي فيعزمه على شاي بعد صلاه الظهر. يا نهار اسود، ده لو جاب لي شاي بحليب ممكن يخرب الدنيا. ده على كده القهوه الفرنساوي هناك دي مدى احترامي عالي جدا. يبقى اول حاجه عندي التقدير بيبان للشعب الانجليزي من خلال ان انت تعزمني على شاي بعد الظهر. ما شاء الله عليهم يعني. طب الاكلات الشعبيه؟ قال لي لا لا، كل الاكلات بعد اذنك. انا عندي هناك في قاره اوروبا البيتزا والكريب. البيتزا في ايطاليا والكريب في فرنسا. طب الفنون؟ قال لي نفس الفكره، هي الفنون الوتريه المنتشره برضو في قاره اسيا. في قاره اسيا هي اللي منتشره موجوده في قاره ايه؟ اوروبا. زي عندي الرقصات الاوروبيه وعندي الرقصات الايطاليه. يبقى انا عندي هناك الات وتريه دي اللي بيستخدموها في العزف، وعندي هناك برضو الرقصات او ايه اشهر حاجه الرقص اللي موجود في الفنون. الحرف التراثيه هنا قال لي زي الرسم على الخشب، ودي موجوده في دول اسكندنافيا اللي هي السويد، النرويج والدنمارك. طب عندي كمان الصناعات الفخار اليدوي، وده موجود في اسبانيا. وعندي الزجاج، وده موجود فين؟ في دوله ايطاليا. يبقى انا عندي في قاره اوروبا في تعدد في الحرف التراثيه، زي الرسم على الخشب وده موجود في دول اسكندنافيا. موجود عندي كمان الفخار اليدوي، ده موجود في اسبانيا. وموجود عندي الزجاج وده موجود في دوله ايطاليا. تمام. بكده الدرس الثاني عندنا خلص، وانتظروا حل التدريبات. ابناء القيصر ووحوش المستقبل.